حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم ونهاركم ابيض بخطين حمر. حلقتنا النهارده عن انطلاقه نادي الزمالك في موسم 2025 2026. بس قبل ما اخش في الموضوع، لو انت لسه مش مشترك في القناه اعمل اشتراك دلوقتي، ولو انت مشترك بالفعل ما تنساش اللايك والسبسكرايب. طبعا كلنا شفنا امبارح انطلاقه نادي الزمالك في المباراه الافتتاحيه ليه في موسم 2025 2026 امام سيراميكا كليوباترا. المباراه اللي نادي الزمالك قدم فيها اداء متوسط، ولكن ربنا كلل مجهوده بالفوز بالثلاثه بونت والفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-0. قبل ما اخش على نادي الزمالك وفنيات النادي الزمالك، خلينا متفقين ان احنا كنا بنلاعب فريق جامد، فريق رخم، فريق عنده مدرب رخم بلغه الكوره عشان ما حدش يفهمها غلط. امبارح سيراميكا كليوباترا كان نازل قصادك ند بند، سيراميكا كليوباترا كان بيهاجمك من مناطقك الدفاعيه. سيراميكا كليوباترا اللي انا اول ما شفت قرعه الدوري وعرفت ان احنا هنلعبه في اول ماتش قلت لكم ان سيراميكا كليوباترا هو من افضل 4 فرق في الدوري المصري هذا الموسم. يعني التوب فور في الدوري المصري السنه دي مش هيخرجوا بره 5 فرق، الثلاثه المعتادين اللي هم اهلي زمالك بيراميدز زائد يا سيراميكا كليوباترا يا اما النادي المصري البورسعيدي. فاحب اقول لك ان انت امبارح خلصت من ارخم ماتش خلال اول 8 ماتشات ليك في مشوار الدوري. يعني من هنا لحد مباراة الأهلي في الأسبوع التاسع أنت مش هتقابل ماتش بتقل ماتش سيراميكا كليوباترا تاني غير في مباراة النادي الأهلي، لأن فعلا سيراميكا كليوباترا فريق تقيل، فريق رخم، فريق معاه مدرب رخم زي ما قلت لك. سيراميكا كليوباترا عنده كم لعيبة كورة مش طبيعي. سيراميكا كليوباترا عنده كم لعيبه عندهم خبرات في الدوري المصري اكتر من لعيبه نادي الزمالك نفسه، فكونك امبارح تقدر تتغلب عليهم بنتيجه 2-0 فده فضل ونعمه، بالاخص ودي المباراه الاولى ليك بالتوليفه الجديده بالاداره الفنيه الجديده بالتجربه الجديده بتاعه نادي الزمالك. طب ايه بقى يا سيدي اللي انا لاحظته امبارح في مباراه الزمالك اتغير عن الموسم اللي فات؟ تعالى وانا اقول لك. في 3 نقاط فنيين امبارح شفتهم موجودين في نادي الزمالك خلال مباراه سيراميكا ما كانوش موجودين الموسم اللي فات. وهو يا سيدي اول حاجه ان الزمالك بيحاول بناء الهجمه من خط الدفاع، وبالمناسبه ده اللي الزمالك فشل فيه امبارح بسبب اللاعب اللي كان بيطلع بالكوره. مين يا سيدي اللاعب ده؟ اللاعب ده هو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد اللي قدم امبارح مستوى ضعيف جدا. حسام عبد المجيد اللي انا طول الماتش عمال امسك قلبي منه بسبب رجوع الكوره لمحمد صبحي. كابتن حسام عبد المجيد انت المفروض تبني لي الهجمه مش ترجع الكوره للجون. امبارح اكتر من 20 كرة انت مرجعهم لمحمد صبحي في موقف خطر، انا كل شويه احط ايدي على قلبي، انت وجعت لي بطني امبارح. المشكله ان انت بتقعد تحنكش وفي الاخر ترجعها لمحمد صبحي، وفي الاخر محمد صبحي برضه يشعلق الطويله. يعني احنا بعد ما بنعمل باص والتاني ونرجع الكرة للجون برضه بنلعب الكرة الطوليه، يعني برضه ما بينناش الهجمه من الدفاع. طب يا اسطى طالما طوليه بطوليه ما تلعبها انت وما توجعش بطني وما ترجعش الكرة لمحمد صبحي. حارس المرمى هو جزء من بناء الهجمه، بس مش كل هجمه هتعتمد عليه كليا. غلطه الشاطر ب1000 وغلطه الجون ما بتتعوضش. ليه انت مصمم كل كوره تزنق فيها محمد صبحي في منطقه ال 18 بتاعته وتطلع بالضالين؟ لو انت مش قادر تبني الهجمه لا العب الطوليه اللي محمد صبحي برضه لما بترجع له الكوره بيلعبها. اما بقى عن الكابتن يانيك فيريرا، لو هو فعلا اسلوبه ان هو عايز يبني الهجمه من خلال المدافعين فصدقني حسام عبد المجيد مش هينفعك، لان يا كابتن انت عندك وافد جديد اسمه احمد اسماعيل، ده من افضل المدافعين في مصر اللي بيطلعوا بالكوره. فاتمنى الفتره اللي جايه انك تجربه هو او صلاح مصدق، لان بطريقه اللعب اللي انت بتحاول تلعبها اللي انا استشفتها امبارح صدقني حسام عبد المجيد مش هينفع في الطريقه دي. هتيجي يا عم تقول لي هو انت هتسلخ في حسام عبد المجيد من اولها؟ احب اقول لك يا صديقي ان حسام عبد المجيد ما عادش عنده رصيد اصلا عشان استحمله. حسام عبد المجيد من الاخر كده مخه مش معايا. حسام عبد المجيد كل تفكيره اطلع بره احترف ولا الله اعلم اصلا عايز يروح فين. حسام عبد المجيد اول ما ظهر في صفوف نادي الزمالك احنا اكتر ناس دعمناه وكان بيقدم موسم كارثي وفضلنا وراه وفضلنا في ظهره لحد ما خليناه واحد من افضل المدافعين في مصر. واول ما شم نفسه يا سيدي شم نفسه عليا، وحاليا بيماطل في تجديد عقده والراجل عايز يطلع بره، والراجل مش شاري الزمالك ومش عايز الزمالك. فبما انه مش هيديني بنسبه 100% من بدايه الموسم لا اشوف غيره، لان سكه ربي يا خايبه للغايبه دي انا بطلتها من زمان. انا حسام عبد المجيد مش هينزل لي امبارح بالمستوى ده وافضل ادعمه وافضل في ظهره وفي الاخر اخر الموسم يقول لي مع السلامه. لا انا عندي وافد جديد وعندي صلاح مصدق، لا ربي لي لاعب تاني افضل يفيدني قدام احسن من حسام عبد المجيد. انا ادعم اللعيب وافضل في ظهره بس اللعيب اللي شاريني واللعيب اللي عايز يكمل معايا. اما اللعيب اللي كده كده انا مش في دماغه واللي واخد قرار شد الرحال من دلوقتي انا مش هدعمه ومش هقف في ظهره. والله عايز يبقى موجود في التشكيله الاساسيه يديني بنسبه 100%، 99.9 لا. وكفايه كده كلام على حسام عبد المجيد وتعالى نخش على النقطه الثانيه. الزمالك يا سيدي امبارح كان في حاجه برضه مختلفه عن السنه اللي فاتت. الزمالك بقى اسرع قوي في التحولات الهجوميه والمرتدات، بالاخص ان انت امبارح كنت بتلاعب فريق كوره وكان بيلعبك ند الند مش فريق قاعد في مناطقه الدفاعيه. فالكوره لما كانت بتترد من منطقتنا الدفاعيه لا الزمالك اسرع، الزمالك في التحولات الهجوميه شرس، الزمالك في المرتدات مرعب.
اما بقى اهم نقطه انا لاحظتها امبارح وما كانتش موجوده في الموسم اللي فات، هي ان لعيبه النادي الزمالك القدام نازلين ياكلوا النجيله. لعيبه النادي الزمالك هي اللي كانت موجوده الموسم اللي فات وكنا بنشوف منها تخاذل، لا النهارده كل واحد نازل عايز يثبت نفسه. وده يا سيدي كله بفضل ايه؟ ده يا سيدي بفضل التنافسيه على المراكز اللي انا لساني دلدل فيها. النهارده مفيش ولا لاعب من لعيبه النادي الزمالك القدام ضامن مركزه، فكل واحد نازل عايز يثبت نفسه وكل واحد نازل عايز ياكل النجيله، وطول ما هو حاسس ان وجوده في التشكيله الاساسيه مهدد هيفضل ياكل النجيله لحد اخر الموسم. بدليل ان النسبه الاكبر من اسباب فوزك على سيراميكا كليوباترا امبارح هي اللعيبه القدامى مش الصفقات الجديده. وبما اننا جبنا سيره الصفقات الجديده فهنبدا بتقييم الصفقات الجديده اللي شاركت في المباراه امبارح. اول صفقه شاركت في المباراه امبارح يا سيدي وشاركت بصفه اساسيه هو اللاعب الانجولي شيكو بنزا. انا بس عندي رساله للكابتن شيكو بنزا، لو حد فيكم بيفهم انجولي يا ريت يترجمها له. كابتن شيكو بنزا انت مستعجل ليه؟ انت مستعجل ليه وعايز من اول دقيقه نازل فيها عايز تثبت ان انت جامد وان انت مراوغ وان انت سريع؟ يا عم والله صادق احنا عارفين ان انت جامد بس على مهلك، لان الاستعجال اصلا مش في صالحك. ابتدي بالسهل هتوصل للمتوسط هتوصل للصعب اللي انا متاكد انك بتعرف تعمله. اي حد بيحكم على شيكو بنزا من ال60 دقيقه اللي لعبهم امبارح فهو محتاج يراجع نفسه كرويا. انا من الثانيه اللي انا بتكلم فيها دي انا واحد من الناس براهن على اللاعب ده واعلم على كلامي وحط تحت منه مليون خط. وحته خروجه امبارح وهو زعلان وبيكلم نفسه ده شيء ايجابي جدا وصحي جدا بالنسبه للاعب كوره، لان هو اللاعب بينه وبين نفسه وعارف ان مش ده اللي عنده وعارف انه عنده اكتر من كده بكتير. وزي ما قلت لك يا كابتن شيكو احنا مش مستعجلين والله، على مهلك احنا ما استنينا. تاني نقطه بقى في شيكو بنزا ان شيكو بنزا لاعب بيحب المساحات وعايز يجري في المساحات، ومعلش يا كابتن شيكو الاوبشن ده مش موجود عندنا في الزمالك. ده باختصار يا كابتن شيكو بنزا لان انت بتلعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني كل المطوشه اللي هتلعبها هتلاقي فيها تكتلات دفاعيه، ومفيش نادي بيلعب قصاد نادي الزمالك حتى لو بيهاجم انه هيتخلى عن مناطقه الدفاعيه او هيسيب لك المساحات اللي انت بتحب تجري فيها. فعشان كده بقول لك ما تتسرعش والعب مع زمايلك وواحده واحده الدنيا هتيجي. اما عن حته الناس بقى اللي بتهاجم شيكو بنزا من اول 60 دقيقه فزي ما بقول لك راجع نفسك كرويا. نيجي بقى للصفقه الثانيه اللي نزلت وهي المغربي عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي اللي شارك في كره الجون الثاني، ولكن برضه لسه عبد الحميد معالي محتاج وقت عشان يثبت نفسه، بس هو لاعب من المشاركه الاولى الموهبه بتبان، وعبد الحميد معالي باين ان هو موهبه وهو مش محتاج الشهاده فيه. عبد الحميد معالي من ابرز المواهب الشابه اللي موجوده في المغرب، ولكن يا جماعه راعوا ان دي اول مباراه وان انت عندك كم محترفين لسه لاول مره بيشارك لا يعد ولا يحصى، فياريت واحده واحده على الناس والصبر، واحنا ياما صبرنا زي ما قلت لك 100 مره. ولكن عبد الحميد معالي انا عن نفسي مستبشر خير. نيجي بقى لثالث صفقه شاركت في مباراه امبارح وهو الفلسطيني ادم كايد. والله علق وصفق ادم كايد اللاعب اللي بيشوف زميله من خرم ابره. ادم كايد اول ما نزل لعب واحده بس طولت منه، بعد شويه لعب الثانيه لناصر ماهر وتسبب في الجون الثاني لنادي الزمالك. يعني اول مباراه اول اسيست. ادم كايد اي حد بيفهم كوره هيبص عليه في مباراه امبارح هيعرف ان ده لعيب كوره جامد قوي. وعلى عكس ما اتكلمنا عن شيكو بنزا ان شيكو بنزا عايز مساحات، انا بقول لك ان ادم كايد هينفعنا قوي في المساحات الضيقه. ودليل على كلامي الاسيست اللي عمله امبارح، الراجل في شبر ميه لم الكوره ولعب السرور ناصر ماهر. عشان كده بقول لك ان ادم كايد من اللعيبه اللي بتشوف زمايلها من خرم ابره، وده بقى اللي احنا محتاجينه في نادي الزمالك بسبب اللي انا لسه قايله لك من شويه، ان انت اي نادي بيلعبك بيلعب معاك على التكتلات الدفاعيه، وادم كايد من افضل اللعيبه اللي هتفك لنا التكتلات الدفاعيه دي. وبرده ما تاخدش كلامي ده ان هو حكم على الثلاث صفقات اللي نزلت، وارد جدا اللي لعب النهارده حلو يلعب بكره وحش، واللي لعب النهارده وحش يلعب بكره حلو. احنا بنحلل اول باول بس الموسم لسه قدامنا طويل. تعال بقى نخش على تقييم بقيه اللعيبه اللي شاركت في المباراه بخلاف الثلاثه المحترفين الجدد اللي شاركوا اللي احنا لسه مقيمينهم دلوقتي. نبدا يا سيدي بمحمد صبحي اللي انا عن نفسي ملوش تقييم عندي، لان محمد صبحي بنسبه 90% هو لم يختبر امبارح، بخلاف كره او اتنين في نهايه المباراه بعد احراز النادي الزمالك الهدف الاول، وبالنسبه لي هي ما كانتش كور صعبه قوي، ولكن مبدئيا محمد صبحي جيد. نخش بقى على الونش. الونش ده يا سيدي عامل كده زي ازازه البرفان، كل ما تعتق وتقدم كل ما تحلو. افضل لاعب كان في خط الدفاع امبارح هو محمود حمدي الونش. نيجي بقى اللي بعد منه في خط الدفاع المغربي صلاح الدين مصدق. صلاح الدين مصدق وبنتايج هما بالنسبه لي صاحبك الجدع اللي يوم ما بتحتاج له بتلاقيه. صلاح الدين مصدق قاعد دكه ما بيلعبش، منين ما تحتاجه ومنين ما ينزل هتلاقيه بنفس الكواليتي ومش هيقل سنتي، فبالنسبه لي صلاح مصدق جيد جدا. خش بقى على اخونا حسام عبد المجيد. بيتهيألي حسام عبد المجيد احنا قيمناه بما فيه الكفايه وشفنا السلبيات اللي عملها امبارح في بدايه الحلقه، ومش هرجع واعيدها تاني عشان ما اطولش عليكم، بس بالنسبه لي حسام عبد المجيد اداؤه امبارح كان ضعيف. نخش بقى على الباكين عمر جابر ومحمود بنتايج. محمود بنتايج اللي انا لسه قايل لك من شويه ده صاحبك الجدع اللي منين ما بتحتاجه بتلاقيه.
راجل مستواه ثابت في كل مباراه لعبها مع نادي الزمالك من يوم ما جه. انت على مدار الموسم اللي فات كله والمباراه بتاعت امبارح محمود بنتايج هو الثابت الوحيد في تشكيله نادي الزمالك، ومش قصدي الثابت الوحيد في التشكيل ان هو بيلعب اساسي، لا انا قصدي الثابت الوحيد من حيث المستوى. يعني اتفرج على اي مباراه لنادي الزمالك محمود بنتايج شارك فيها، سواء الزمالك فوق الزمالك تحت، الزمالك مستواه كويس الزمالك مستواه ضعيف، محمود بنتايج مستواه ثابت. فبالنسبه لي محمود بنتايج 10 على 10 ونجمه. نخش بقى لعمر جابر. عمر جابر الموسم اللي قبل اللي فات والموسم اللي فات والمباراه بتاعت امبارح، عمر جابر هو افضل باك يمين موجود في الساحه المصريه حاليا. وكلامي هنا موجه للكابتن حسام حسن اللي كان قاعد بيتفرج على الماتش امبارح. نخش بقى على خط النص. اول واحد عندنا في المركز 6 هو الكابتن نبيل عماد دونجا. لا يا اسطى مش هقطع فيه، والله لعب مباراه حلوه. دونجا امبارح قدم مباراه كويسه جدا، ولكن عندي عتاب عليه في حاجه صغيره قد كده. كابتن دونجا ابوس ايدك خف الخشونه وخف الغشم شويه. انت امبارح لولا ستر ربنا كنت قريب بنسبه 90% من الانذار الثاني والطرد. انت امبارح لعبت مباراه كويسه، مباراه ممتازه، انت امبارح كنت رجوله، ولكن الرجوله بغشم هتسبب لنا الاذى. فبالنسبه لي دونجا امبارح لا كان من لعيبه كويسين جدا. نخش بقى على عريس الليله وعم عمام الكوكب ورجل المباراه الاول الكابتن ناصر ماهر. اتمنى من الله وطلب من اخوك الكبير استمر على هذا المستوى، لانك لو استمريت على هذا المستوى صدقني بضمن لك من دلوقتي افضل لاعب في الموسم. بس انت عندك مشكله واحده بس، وهي مشكله انك راجل مزاجي، او بمعنى اصح كده راجل بغزاله. ربنا يا اسطى يروق بالك وتفضل معانا كده على طول. نيجي بعد كده على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلال الشوط الاول هو المتحكم الاول في رتم نادي الزمالك من نص الملعب، ولكن تعليقي الوحيد على عبد الله السعيد ان احنا بالاسلوب الجديد اللي بيحاول يطبقه يانيك فيريرا محتاجين ان التحولات تكون اسرع شويه. لان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه ان الزمالك السنه دي التحولات بتاعته والهجمات المرتده بقت اسرع. عبد الله السعيد هو مايسترو ومايسترو كبير، ويمكن من اكتر اللعيبه في مصر حاليا اللي بتقدر تتحكم في رتم المباراه، ولكن عبد الله السعيد في عنده سنه بطء او بطء نسبي بالنسبه للاسلوب اللي بيحاول يطبقه نادي الزمالك حاليا. ولكن احتراما لاسم عبد الله السعيد فعبد الله السعيد يظل عبد الله السعيد. نخش بقى على جائزه بوشكاش لهذا الموسم وهو الكابتن محمد شحاته. ايه يا اسطى الجمال ده يا اسطى؟ ايه الرؤيه دي وايه الاتقان ده وايه المليمتر اللي انت بعت بيه الكوره ده؟ محمد شحاته يوم بعد يوم مستواه بيعلى في نادي الزمالك، وزود على مستواه الفني انه لاعب محترم، لاعب رجوله، لاعب ملوش في الشو بتاع لعيبه اليومين دول. فانا من وجهه نظري ومن وجهه نظر كل الزملكاويه محمد شحاته هو نجم نجوم نادي الزمالك القادم. نيجي بعد كده بقى لاخونا سيف جعفر. زي ما انا ما قلت ان نادي الزمالك بقى اسرع في التحولات الهجوميه واسرع في المرتدات لحد ما نزل سيف جعفر. سيف جعفر مش بس ما بقاش يساعدنا في التحولات وفي المرتدات، ده بالعكس ده بقى بيفسد الهجمات. سيف جعفر ليه هجمه في الوقت بدل الضايع كان رايح بيها اقسم بالله كانت محتاجه ثرو او شويه سرعه كان هيبقى جون تاني نادي الزمالك، ولكن بقدره قادر بلاقي سيف جعفر بدل ما يطلع لقدام بيلف بالكوره ويرجعها تاني لخط ظهره. بص يا عم سيف، احنا حاليا في عصر الديناصورات، فلو مش هتطور من ادائك وتكون اسرع صدقني مش هيبقى لك مكان. ومعلش يعني انا عايز اخواتي الزملكاويه يعذروني في حته هجومي على حسام عبد المجيد وسيف جعفر. ده باختصار يا صديقي ان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه انا في لعيبه ليها عندي رصيد ان هي لما تقع شويه او تقدم مباراه مش قد كده ادعمها واقف في ظهرها، ولكن بالنسبه لي محدش يزعل مني، حسام عبد المجيد وسيف جعفر بالنسبه لي مالهمش رصيد. والسبب في ده يا سيدي ان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه ان واحد زي حسام عبد المجيد انا كنادي الزمالك مش في دماغه اساسا. حسام عبد المجيد همه كله في الاحتراف، في الخروج بره، والله اعلم عايز يرجع على فين. فانا بالنسبه لي لاعب زي ده بيماطلني في التجديد وانا مش في دماغه وعايز يسيبني ويمشي، بالنسبه لي ملوش عندي رصيد. اما بقى عن سيف جعفر فهو ما يقلش حاجه عن حسام عبد المجيد. سيف جعفر في يوم من الايام لما صعدناه وعملنا منه نجم من نجوم مصر اول حاجه فكر فيها هو ويوسف اسامه نبيه انه سابني وراح بيراميدز عشان خاطر الفلوس. وانا بصراحه ربنا ما اعرفش مين اللي رجع سيف جعفر تاني نادي الزمالك، بس مما لا شك فيه ان ربنا يسامحه يعني. بس خلاص بما انهم لاعبين حاليين في نادي الزمالك فانا مضطر لهم، بس حته رصيد عندي انا مالهمش عندي رصيد. فبالنسبه لي اي لاعب من الاثنين دول مش هيأدي بنسبه 100% 99.9 لا، انا بالنسبه لي مش هسمي عليه، ولو قال لي يوم مش هشيله، ولو وقع مني مش هدعمه. لان احنا جمهور نادي الزمالك على قد ما احنا بنحب اللعيبه قوي على قد ما احنا قلبنا اسود قوي بعيد عنك. يعني طول ما انت حبيبي انا هديك عينيا، بس لو اديتني ظهرك مش هتلاقي مني غير شلوط. ما علينا نكمل بقيه اللعيبه. نخش بعد كده على ناصر منسي. الاسطوره هو زي ما هو، زي ما احنا متفقين من يوم ظهور ناصر منسي ان هو لعيب مجتهد جدا جدا جدا، حتى لو امكانياته مش اعلى حاجه، حتى لو ما قدمش حاجه في المباراه، بس هو ما بيبخلش بنقطه عرق عليك خلال ال 90 دقيقه. وبيتهيألي يعني بيتهيألي حتى لو ناصر منسي ما عملش امبارح فهو كان افضل 100 مره من سيف الدين الجزيري اللي نزل مكانه واللي احنا داخلين عليه دلوقتي. سيف الدين الجزيري، بص يا سيف اخويا انا لا هقطع فيك ولا هحط عليك، لان انت برضه زي ما عليك برضه ليك، ويا ما جبت اهداف فرحتنا ويا ما حرقت دمنا.
بس انا من وجهة نظري واللي عايز اوصله للمدرب الجديد ان سيف الجزيري في الوقت الحالي ما يتهيأليش ليه مكان. يعني انا اتمنى ان اللي يشاركوا الفترة اللي جاية على مركز المهاجم الصريح مع ناصر منسي هم عدي الدباغ وعمرو ناصر. صدقني افضل مليون مرة من سيف الدين الجزيري اللي قاعد معانا في الزمالك لاجل الفلوس مش اكتر. لان زي ما احنا عارفين ان سيف الجزيري عمره ما هيلاقي ربع المرتب اللي بياخده مع نادي الزمالك حاليا في اي نادي بره. وطبعا الفضل كله يرجع للي جدد له موسمين عشان يحل مشكله سيف الدين الجزيري. بس يلا ملحوقه، السلبيات كده كده كانت كتير واحنا عالجنا منها كتير، ما فاضلش الا حاجات بسيطه وكل حاجه هتمشي زي الفل. وبكده يا سيدي نبقى قيمنا كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه امبارح. وبرضه ارجع واقول لك ان التقييمات دي كلها من وجهه نظري الشخصيه، لك ان تتفق معايا او تختلف، وانا احب اسمع الاتفاق والاختلاف. فلو متفق معايا اكتب لي انك متفق في الكومنت، ولو مختلف معايا اكتب لي ايه هي وجهه نظرك المختلفه معايا في الكومنت برضه. وبكده نبقى خلصنا تحليل مباراه نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بدايه موسم 2025 2026. ولكن عندي ملحوظه اخرانيه بقى، اعذروني لو انا بتقل عليكم. انا بصراحه زعلان من الجمهور اللي كان في المدرجات امبارح. زعلان عشان الحاجه اللي انت عارفها. ممكن لو سمحتوا بقى نشيل اللعيب رقم 25 من دماغنا تماما. انت امبارح راجل كسبان، مأدي اداء كويس، بادئ الموسم بصوره كويسه، ايه اللي دخل اللاعب رقم 25 معانا في الموضوع؟ ثم معلش اي بني ادم محترم ومتربي هو ضد الخوض في الاعراض وضد الشتيمه وضد السب. ليه يا صديقي انا بقول لك كده؟ عشان احنا زملكاويه. يعني ايه زملكاويه؟ يعني انا لما اشوف اخويا الزملكاوي بيغلط هقول له انت غلط، مش هطرمخ على غلطه. ممكن جمهور تاني يفضل يسب لاعب بامه وبمراته لمده 20 سنه والباقي يسقف له، دي حاجه احنا ملناش دعوه بيها. انما احنا كزملكاويه انا لما اشوفك غلطان لازم اقول لك انت غلطت. حتى لو هتهاجم لاعب او هتهتف ضد لاعب في المدرجات ما توصلش للسب وما توصلش للخوض في الاعراض. عادي يا عم قول عليه جعان زي ما انت ما بتقول، ما كلنا بنقول عليه جعان. انما بقى الموضوع يوصل لزوجته ويوصل لناس ملهاش اي علاقه بالموضوع، ده بصراحه بند مرفوض تماما. ده بالنسبه للناحيه الاخلاقيه والدينيه. اما بقى بالنسبه للناحيه العمليه فانت امبارح ما اذيتش غير نفسك. انت امبارح شتمت وعملت اللي عليك وخلصت شغلك، فما تزعلش بقى لما هم يشوفوا شغلهم علينا. وانا مش قصدي هنا جمهور النادي الاهلي، انا قصدي هنا رابطه الانديه ولجنه الانضباط. يعني بنسبه كبيره سواء النهارده او بكره او مع انتهاء الجوله هتسمع قرارات صارمه من لجنه الانضباط، سواء بقى بايقاف الجمهور مباراه مباراتين، ما انت اللي جبته لنفسك. ليه تتسبب لي في ايقاف الجمهور مباراه او مباراتين وانا في امس الاحتياج لكل واحد من الجماهير في ظهر اللعيبه الجديده اللي لسه جايه؟ ليه بسبب غلطه هبله تتسبب لي في ايقاف الجمهور بقى من ماتش ماتشين؟ وانت عارف بقى دول ما بيسموش الموضوع لما بيبقى متعلق بنادي الزمالك بيضربوا بيد من حديد. فانت حاليا ما بتاذيش غير نادي الزمالك. وخد عندك يا سيدي اول القصيده، انا بفتح الموبايل الصبح لقيت لك مصدر من رابطه الانديه بيقول يا سيدي المصدر تعالى وانا اقول لك. بيقول لك سيتم فحص فيديوهات هداف الجماهير وننتظر تقرير مراقب المباراه، وحال وجود مخالفات او خروج عن النص سيتم تطبيق والقوانين على الخارجين. الخارجين اللي هم مين؟ جمهور نادي الزمالك. وطبعا هو مش هيطبقوا اللوائح والقوانين على واحد واحد، لا هو اسمع مني خلال اليومين دول هتسمع ايقاف جمهور نادي الزمالك من مباراه لمباراتين على حسب الغزاله بقى. فاتمنى من جمهور نادي الزمالك شجع فريقك، ادعم فريقك، ما تشتمش حد، مالكش دعوه بحد. ولو وصلت لنهايه الحلقه فاتمنى تكون الحلقه عجبتك، ولو اختلفت معايا في الراي يا ريت تكتب لي في الكومنت وانا برد على كل الناس. ولو انت مش مشترك ما تنساش الاشتراك، ولو انت مشترك بالفعل اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب وكومنت جميل منك. ونتقابل في حلقه جديده في الكوره مع المو، واحلى اخوات واحلى متابعين.